بونجور لي في كي صبحتوا ان شاء الله تكونوا كاع ملاح وتكونوا غايه تلقاكم هاد لا فيديو باحسن الاحوال. دو ما بار سافا الحمد لله. الوغ كيما شفتوا في الفيديو اللي فاتت بارطاجيت معكم حسب رايي النظافه الشخصيه الانثويه اللي خاصها تكون عند كل انثى ولا عند كل بنت. وفي فيديو اليوم ان شاء الله غادي تشوفوا معايا عنايتي الاسبوعيه، كيفاش نتهلا في روحي كل اسبوع. كيما فهمتكم في الفيديو اللي فاتت عندنا عنايه اسبوعيه، عنايه يوميه، ومام عنايه شهريه. بغيت نبدا لكم بالاسبوعيه باسكو على بالي كاين بزاف منكم اللي يقروا ولا يخدموا عندهم غير الويكاند اللي يبروفيتو فيه باش يتهلوا في رواحهم. الوغ ابري ما شربت قهوتي ووجدت مون بيجاما رحت ديريكتومون للكوزينه باش نبريباري هذا الزيت. خليت لكم المكونات مكتوبين هنايا باش كي ديروه كي تبغوا ديروا كابتور وتجيكم سهله بلا ما تسقسوني في لي كومونتير. ان توكا هاد المكونات كاع عندهم فوائد بزاف كبيره للشعر، سواء التساقط ولا اللي باغي يطول شعرها ولا اللي شعرها خفيف ولا راه محروق متقصف. هاد المكونات كاع مع بعض غادي يعالجوا لك شعرك ويعطوك لمعان وكثافه. جوست ان بتي كونساي، كي تطحنوا هذوك المكونات اسيو تغربلوهم قبل ما تزيدوهم في زيت زيتون هكا باش ما يغبنوكمش كي تغسلوا شعركم. تقدروا تزيدوا تاني الماء تاع البصل ولا سنه تاع الثوم تقطعوهم ولا ترابوهم مع هاد الماسك، عندهم بزاف فوائد في تطويل الشعر. ابخي ما نخلطوا هاد المكونات كاع مع بعض اللي تخلطوهم تري بيان باش الزيت ما يطلعش لفوق وهذوك الاعشاب يهودوا لتحت. خلطوهم غايه الغايه ونديروهم في حاجه تاع الزداج نكونوا ديجا غسلناها ونكونوا عقمناها من قبل، ونغطوهم بالالومنيوم. بلعوا هذيك البقاله ولا ديك الحاجه اللي غادي ديروا فيها وغطوها بالالومنيوم وخلوها قد ما خليتوها تزيد تقعد قد ما غادي تعطيكم فايده اكثر لشعركم. نروحوا لمقشر الشفاه اللي ديجا بارطاجيته معكم في لي فيديو اللي فاتوا. نحتاجوا فيه سكر وفازلين وعكر فاسي. الوغ هذا المقشر يقلع عنا الكشور ويرطب او ميم طون يعطينا اون كولور ناتوريل لي ليفر تاعنا. ودروك نروحوا الماسك الكولاجين. نحتاجوا فيه بذور الكتان، حليب بودره وياغورت ناتور. الا كان درتو هاد لو ماسك كل يوم في وجهكم غادي تشوفوا واحد الريزولطا. انا بيرسونيلمون راني نديره يوميا، كل صباح نغسل وجهي بلو جين نيتوايون بعد نابليكيه نخليه حتى ينشف ونغسله. والله العظيم واحد ليكلا واحد النضاره واحد البيوضيه تشوفوها في وجهكم كي تجربوا غادي تعرفوا شنو نهضر. وجدت ثاني مقشر القهوه اللي نديره قبل لا دوش. تقدروا ديروه مع ياغورت ناتور ولا مع زيت زيتون تابليكوه على اون بو اللي تكون مسخه هكا باش كي تحلوا لي بور تاعكم لابو تاعكم تكون ديجا واجده باش تقدروا تقلعوا لي بوان نوار ولا بوم. نروحوا للتبريمه اللي ديجا هضرت لكم عليها في انستغرام. بيرسونيلمون خطرتي الاولى نسيها وعجبتني الريزولطا تاعها بزاف. قلت لكم بلي شفتها عند وحده اماراتيه قالت لهم بلي داتها على وحده مغربيه. فوالا الوغ تحتاجوا فيها سدره مطحونه، حليب بودره وشويه مايزينا، ونحتاجوا صابون البلدي. انا اللي نخدم بهذا تاع جوليس قلت لكم بو كبير ومازال معمر من اللي هضرت لكم عليه اشاك فوا نخدم به توجور معمر باش كاع يكمل. فوالا كيما شفتوا لموا هاد لي زانغريديون مع بعض بالماء حامي، اسيو تخلطوها تري بيان باش يروحوا لكم كاع هذوك لي غرومو، ومام كي تابليكوها في لابو تاعكم كي تغسلوها ما تغبنكمش. وجدت اوسي هاد لو غوماج تاع لو جيل نيتوايون مع السكر مطحون باش نديره من مور لا دوش. وهنا كما راكم تشوفوا حطيت كاع لي ماسك وكاع لي تروك اللي خدمتهم معكم باش ابوبري نعرف لي غادي ندخلهم معايا، ومام كي نخرج من لا دوش نلقى كلشي واجد ما نقعدش نبريباري من جديد وكاع. وهنا بغيت نوري لكم الزيت اللي خدمتها معكم. تقدروا تابليكو كيما راه في شعركم ولا تخلوه يامات باش يتفاعلوا كاع هذوك المكونات مع بعض وجور تدوا الفائده تاع كل مكون. موراها درت لو غوماج تاعي على اون بو اللي تكون ناشفه ومسخه كيما فهمتكم. ابخي درت التبريمه تاعي خليتها واحد 10 مينوت هكا ولا ان كاردور، بعد غسلتها وبديت بالكياسه والله اللي يشوفكم الوسخ اللي طايره تهلي. ابخي غسلت شعري بهذيك لابروس، دائما ندير بها دي موفمون سيركولير منها تعاوني باش نقي شعري ميم طون تحرك لي الدوره الدمويه. وفيما يخص لي زون انتيم اسيو دائما قبل ما تخرجوا من الدوش تغسلوهم بصابون طرف ولا بصابون مارسي. هذه هي لي طاب تاعي اللي خاصكم ديروها في لا دوش باش تضمنوا باللي ما بقى لكم حتى برودوي في لا زون انتيم تاعكم. من مولا دوش بغيت نبارطاجي معكم هاد التقاشير اللي شريتهم، عطوني رايكم فيهم وعرفت اي حاجه نشريها يليق نوريها لكم. كاين نقطه بزاف مهمه بغيت نفهمها لكم فيما يخص العنايه الاسبوعيه، سورتو للبنات اللي ما عندهمش الوقت في لا سيمين وعندهم غير هذاك النهار اللي يتهلوا فيه في رواحهم. ما تروحوش ديروا كل شيء على فوا، ماشي كاع لي ماسك اللي شفتيهم غادي تروحي تابليكيهم في نهار واحد وتخلي وجهك ولا تخلي لو كور تاعك كومبلي دورون لا سيمين ما ديري والو. هنا ما غادي تلقي حتى فايده. تما يليق لك تعرفي تخيري لابو تاعك وتعرفي لي زيتاب اللي خاصنا نديروهم اسبوعيا واللي خاصنا نديروهم يوميا، ومام كاين دي زيتاب اللي خاصنا نديروهم شهريا. بس باش تقدري بنهار واحد وديري فيه
كاع لي ماسك وكاع العنايه وكاع لي برودوي، هنا ما غادي تنفعي روحك في حتى حاجه. في هذا لا فيديو جاي سي باش نبارطاجي معكم دي زيتاب ستاندار اللي تقدروا كاع ديروهم اسبوعيا. وفي الفيديو الجاي ان شاء الله بارطاجي معكم العنايه اليوميه اللي هي تاني ضروريه بزاف وما خصناش نغفلوا عليها. فوالا وصلنا لافين تاع لا فيديو تاعنا. ما تنسوش تيدغاتوا لابو تاعكم وسورتو تتهلاو في لابو تاعكم مهما كان ما عندكمش الوقت. وما تنسوش تاني الى عجبتكم لا فيديو تخلوا لي رايكم اون كومونتير.